السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في خير وفي احسن حال. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. مبدئيا كده اول حاجة عايزاكم تسامحوني علشان انا طولت عليكم ما نزلتلكوش فيديوهات بقالي كام يوم، بس والله العظيم غصب عني. لو تلاحظوا ان صوت الفيديو النهارده واطي شوية او حاجة، بس والله العظيم انا نفسيتي تعبانة جدا. يعني هو انا كده اول ما بنزل البلد بيحصل لي حاجات، الحمد لله يعني اللهم لا اعتراض. فانا كنت طلعت كده يوم، يعني خرجنا فيه بعد العيد بيوم كده، وتاني يوم العيد، تاني يوم العيد او تالت يوم العيد خرجنا علشان نتفسح ورحنا على البحر شوية وشوينا وتصورنا وعملنا شوية حاجات. بس طبعا اليوم ختم بحاجة مش لطيفة وكده، بس الحمد لله يعني ربنا يعديها كده على خير. فخدتلكوا كده شوية صور صغيرة، يعني مثلا اولادي وانا وكده، بس طبعا اختي وماما منتقبة فما كانش ينفع ان انا اخد صور دي او اي حاجة. فطبعا يعني هوريكم بقى المناظر الطبيعية، وهوريكم البحر، وهوريكم كمان واحنا بنشوي. يعني هو الفيديو مش طويل، فيديو صغير، بس انا علشان طولت عليكم فحبيت انزل لكم فيديو. اتمنى ان انتوا تشتركوا في القناة وتفعلوا رمز الجرس علشان يوصلكم مني كل فيديو جديد. وياريت تدعولي الفترة دي جدا عشان انا في محنة يعني، والتفكير هيموتني، فربنا يعديها على خير. فهنا زي ما انتوا شايفين ده اللحمه اللي احنا شويناها. احنا شويناها على الفحم، عملنا اللحمه دي على الفحم. عملنا لحمه وريش وكده، والسلطه كمان. فزي ما انتوا شايفين الاكله كان بصراحه يفتح النفس يعني، وكمان لما تبقي بره البيت تاكلي اكتر من جوه البيت وكده. هنا ده بابا واختي، طبعا حتى بابا وبنتي وبنت اختي، يعني بابا واحفاده الاتنين. بس انا حطيت ايموشن على الصورة بتاعت بنت اختي عشان يعني مش عايزاها تظهر، عشان مستأذنتش يعني والدتها او والدها، فايه ما ينفعش يعني. فهنا زي ما انتوا شايفين هنا جوزي كان بيشوي اللحمة، وزي ما انتوا شايفين بصوا احنا كنا حاطين الفحم. طبعا بنقول للراجل عايزين فحم شواية. بصوا وبعد كده طبعا بنحط بقى، ولعنا فيه وابتدينا ان احنا نشوي اللحمه زي ما انتوا شايفين كده. شايفين المناظر يعني، بصوا شايفين ده النيل مش البحر، ده اصلا النيل. ناس بقى بتروح تقعد كده هناك، واحنا في جنينه تاني كده بس دي ورا. يعني انا هنا حبيت ان انا اوريكم منظر البحر كده الاول. طبعا احنا نزلنا البحر بس سوري، يعني هو النيل، نزلنا النيل وكده. بس يعني ما كنا طبعا بهدومنا. ده ابن عمي وده اخويا كان عامل لنا فيها كان هو بغابة يعني بقى وكده. يعني ما تضحكوش على اللبس بتاعه. فهنا برضو كانوا بقى بيشوا وكده. عايزه اقول لكم ان اللحمه كانت طعمها جميل، والله العظيم كانت تحفه جدا. هو بصراحه اليوم كان حلو، بس يعني الحمد لله ختم بنكد والحمد لله يعني على كل حال. وانا حاليا في بيت والدي بسبب الفسحه دي، يعني ما عدتش على خير، والدرس بتاعي اتقطع ما لقيناش بقيه. يعني مره واحده كده نزلت البحر ما نزلتش، كنت بره يعني على الجرف كده، وما طلعت ما لقيتش باقيه، وعمال ومش مقطوع، وتحسوا ان هو مقصوص كده ومقص يعني، مش لاقياه ومشبكش مني في حاجه ولا اي حاجه يعني. حصلت شويه مواقف كده، يعني في منها اللي ينفع احكيه، وفي منها اللي مش عايزه بصراحه ان انا احكي ولا اقول ولا كده. طبعا بتضايق علشان طبعا في اهلي وكده على القناه، عشان ما حدش منهم يزعل يقول لي ليه بتحكي وليه بتقولي. علشان يعني بديكوا فكره ان انا نزولي في البلد مش بيعدي عليا بالسهل يعني، دايما كده بتحصل لي عقبات. فهنا زي ما انتوا شايفين بصوا بقى اللحمه كانت خلاص اتشوت معانا يعني، او شبه اتسوت. كان فضلها بصوا حاجات بسيطه. طبعا لما كنا بنهوي، هو اصلا الهوا كان واخد الدخانه لبعيد، وكان الهوا الطبيعي مش محتاج لهوايه ان انت تهوي عليه. لان لما كنا بنيجي نهوي كان بيولع الفحم، كان بيولع من كتر ما بنهوي وكده، يعني بندي اكسجين. فبصوا شايفين اللحمه جميله جدا، وكمان يعني على الفحم بتبقى صحيه اكتر ما بتبقى في طماطم او مسلوقه. فالفحم ده بتبقى اكله صحيه كده، وكمان اللي عاملين دايت يعني. وكنا عاملين معاها سلطه وسندوتشات، وماما كانت عامله بسبوسه وترمس وفشار وبيبس وكده.
وكان يعني القعده اصلا ان انت تروحي كده تقعدي في مكان بعيد عن البيت او تغيري جو في حد ذاته دي يعني تعتبر فسحه او خروجه. عايزه اقول لكم معلش ان الصوت واطي، بس والله انا مش قادره ان انا اطلع صوتي تاني اكتر من كده. انا بقالي كام يوم يعني مش مفيش وقت ان أنا اصور فيديوهات ومفيش بصوا طاقه ومفيش حماس وفي نفس الوقت نفسيا تعبانه، مش قادره ان انا يعني اتكلم معاكم كده زي ما كنت بتكلم، والصوت يبقى فيه بهجه بصراحه يعني. فعايزاكم بقى تدعموني كده وتشجعوني وتعملوا لايك على الفيديو، ولو انتم مشتركتوش اتمنى تشتركوا وتفعلوا الجرس علشان يوصلكم منه كل جديد. طبعا حين بنتي كانت لابسه الاندر تحت فانلة المحملات، بس طبعا فانلة المحملات طويله علشان بس ما حدش يعلق او اي حاجه، يعني بلفت انتباهكم وبقولكوا على كل حاجه. واللي كانوا واقفين ابن عمي وجوزي يعني. بس فاحنا كنا واقفين بقى بنشوي كده، وكنت واقفه يعني بصور بقى. جينا بقى بعد موضوع الفحم بقى وشوينا وكلنا، وطبعا اكلنا بسبوسه بقى وترمس وتسالي والحاجات دي. قمنا بقى كده حبينا ان احنا نتصور شويه. معلش على صوت الكلب ده، لان انا بمنتج الفيديو وانا مش في بيتي، انا في بيت بابا واخويا ابراهيم مربي كلب صغير، فعلشان كده يعني تلاقوا كل مده كده تلاقوا الكلب بيهوهو. يعني انا مش في الشارع ولا حاجه، عشان بس ما حد ممكن حد يقول لي احنا سامعين صوت كلب ولا حاجه، انت ماشيه في الشارع بتمنتجي الفيديو او الكلام ده. والله بلاقي تعليقات سخيفه بصراحه. لا انا في البيت بس اخويا وكده بقى. شايفين النيل هنا شكله جميل جدا كمان. لما نزلنا الميه كان بصراحه تحفه يعني. فحاجه كده تغيير جو. حاولوا ان انتوا كده بقى تغيروا جو وتروقوا كده على نفسيكوا، بس يا رب اليوم يعدي على خير. يعني اللي في ناس كده والله العظيم، في ناس اعرفها شخصيا كل ما بتطلع لازم تحصل معاها اي حاجه. يعني كل ما تكون طالعه تتفسح مش بنتفسح، مش بنقضي اليوم فسحه، لا بنقضي اليوم نكد. فالحمد لله يعني. هنا ابني واخويا، بصوا اللي قدامي دول يوسف ويوسف، يوسف اخويا ويوسف ابني اهو زي ما انتوا شايفين كده. كان كانوا بيستحموا بقى في الميه وكده. فبرضو خدت لكم مقطع كده بحيث ان انا اشارككم اليوم، وكمان تتفرجوا معانا. هنا بقى كانوا في الميه. طبعا بعد ما يطلعوا من الميه هروح بقى اوريكم الزرع واوريكم الخضره في جنينه كده هناك والله. بس يعني ما قدرتش برضو ان انا اصورها كلها، بس هي حلوه جدا والله العظيم. منظر الخضره كان جميل ورهيب. اتمنى ان شاء الله ان الفيديو يعجبكم. هنا بقى دي بنت اختي اللي كانت واقفه، بس انا شلت بقى الكاميرا كده على طول يعني. علشان يعني مش حابه ان هي تظهر في الفيديوهات او حاجه، بس مشيتها يعني قلت لها امشي لحد اما اصور. هنا بقى بصوا دي الجنينه اللي بقولكوا عليها، دي نظام طرقه كده، وفي خضره من يمينك وخضره على شمالك، تبقي ماشيه كده بقى يعني شكلها حلو. كمان حلوه لو حد يتصور فيها، يعني شكلها كده زي السيشن، يعني حاجات جميله والله. يعني لا الاوبشن اللي عاملينه هناك حلو، بس هو مش منتبه للناس تروح فيه ويقضي يوم وملاهي. لا هو مش فيه ملاهي ولا فيه اي حاجه، هو بس البحر اللي هو الميه والزرع بس. حاجات طبيعيه يعني. بصوا بقى شايفين منظر الجنينة اصلا والله جميل، الشجر والحاجات دي. بس هو دي محدش بيقعد فيها، يعني الناس بتدخل مثلا تتصور حاجة، بيدخلوا يلفوا كده ويطلعوا تاني، لكن الناس بتروح تقعد على البحر يعني. بصوا شايفين المنظر. يعني انا برضو خدت كام صورة هنا لان عجبني منظر الخضرة. بصوا البحر ده الناحية التانية، دي الطرقة والشجر. بصوا الشجر عامل ازاي. وكمان كان في ورد هناك، وكان هي الجنينة كبيرة، بس يعني احنا ما مشيناش فيها بقى لحد الاخر يعني. اسفة بقى ان الموبايل بس بيرن وانا بمنتج، نسيت ان انا اعمل الموبايل سايلنت بس. وده طبعا كان فيديو النهارده، واتمنى ان هو يعجبكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني بلايك، تشتركوا في القناه وتفعلوا رمز الجرس علشان يوصلكم مني كل فيديو جديد انا انزله. السلام عليكم، في رعايه الله وحفظه.